هو فعلا المسيحيين بقالهم 20 قرن بيخدعونا بموضوع النور المقدس اللي خارج من قبر المسيح ده. هو اصلا النور ده حقيقه ولا خدعه؟ طب ما تيجي نشوف الناس اللي بيشككوا قالوا ايه. في سنه 2005 ظهر على شاشات التلفزيون اليوناني مؤرخ وكاتب يوناني كده اسمه ميخائيل كالوبلوس. الراجل دوت عمل تجربه كده على الهواء مباشره قدام الناس كلها. جاب فسفور ابيض وراح حطه مع مواد كيميائيه وحطه على الشمع، وبعد شويه لقينا الشمعه نورت من غير اي مصدر نور. وراح قال اهو بالظبط المسيحيين بيجيبوا الغاز الفسفور دوت ويدخلوه جوه وينور الشمعة ويفضل منور بتاع نص ساعة. طبعا التجربة ديت هزت الرأي العام كله. الكلام ده كان في 2005، وطلع ناس كتير مسكوا الفيديوهات بتاعت عم ميخائيل ديت وقعدوا ينشروها ويشيروها ويقولوا أخيرا اكتشفنا الخدعة بتاعت النور المقدس. ومحدش فكر يرد عليه ولا يدور عليه. تعال بقى نتكلم معاكم كده ازاي نرد على الخدعة اللي عملها عم ميخائيل ديت. هو على فكرة هو صح، هو مش ساحر ولا أي حاجة، كيميائيا وعلميا الراجل ده صح. فعلا الفسفور لما بيتفاعل مع مواد كيميائيه بينور لوحده. طيب الراجل بدام اتكلم بالعلم يبقى احنا هنرد عليه برضه بالعلم. العلم بيقول ايه؟ تعال نشوف خواص الفسفور ده اصلا عباره عن ايه. غاز الفسفور دوت هو بينور من غير اي مصدر، ولكن للاسف الغاز دوت لو لمس الجلد يحرقه، يعني تلاقي العظم كده ظهر عامل زي ميه النار بالظبط. الحاجه التانيه ان الغاز دوت ريحته عامله زي التوم التقيل كده، عارفين ريحه التوم؟ ده ريحته عامله زي التوم، وريحته نفاذه لدرجه ان ممكن ناس تصاب بمشاكل نفسيه وممكن ناس كمان تموت. يعني مع الزحام اللي احنا بنشوفه كل عيد دوت، مع الريحه ديت، مع النور اللي بيلبس الناس كلها، يعني كانت الناس كلها ولعت كل سنه. طبعا خواص الغاز الفسفور دوت ملهاش علاقه تماما بالنور اللي بيظهر من قبر المقدس. نور قبر المقدس زي ما انتم بتشوفوا في التلفزيونات، واللي احنا دلوقتي بقينا في عصر الميديا وعصر التليفونات وكل واحد ماشي بقى عباره عن كاميرا. لما بنشوف الفيديوهات دي كلها بنلاقي ان الناس بتلعب بالشمع وبالنور على وشهم وعلى ايديهم وبيمشوه على راسهم وما يحصل لهمش اي حاجه. طبعا غاز الفسفور لما بينور ده بيحرق الكل. الحاجه التانيه بقى ان غاز الفسفور ده اصلا تم اختراعه او اكتشافه على ايد عالم اسمه هينج براند. يعني الكلام ده ما كملش حوالي 300-400 سنه، واصلا معجزه النور المقدس بقالها كذا قرن. يعني المعجزه اصلا بتطلع من قبل اختراع غاز الفسفور ده. والحاجه ديت تنهي تماما الادعاء او الفيديو اللي عمله المؤرخ اليوناني عم ميخائيل. طيب في بعض القصص وبعض المؤرخين المسلمين والشيوخ هم بنفسهم اللي اعترفوا بهذه الحادثه وعاشوها. يعني مثلا عندنا صلاح الدين الايوبي. الراجل دوت لما استولى على القدس ومسك كنيسه القيامه وهو اللي حافظ عليها، وحتى قالوا له هدها، فهو ما رضيش يهد كنيسه القيامه وفضل محافظ عليها ومحافظ على كل حاجه. الراجل ده جه في يوم كده اللي هو سبت النور وقال انا عايز احضر اشوف موضوع النور ده ايه وهخش معاكم جوه. وفعلا دخلوه جوه وبدا يشوف النور بنفسه. اول ما النور ظهر فكل الناس اللي اتباعه طبعا خافوا وطلعوا يجروا. هو بس لقى الاخوه المسيحيين عمالين يصلوا والبطرك عمال يصلي وكله عمال يصلي ومش خايفين من حاجه. فبدا هو كمان صلاح الدين يمسك شمعه وهي منوره وبدا يختبرها بايده. الكلام ده كله موجود في كتب ومؤرخين ومراجع كتيره جدا. تعالى بقى في معجزه مهمه جدا حصلت في العصر الحديث، ودي كل كتب التاريخ بتتكلم عنها، وهي حصلت مع ابراهيم باشا ابن محمد علي. الراجل دوت بعد ما فتح بيت المقدس والشام سنه 1832 راح الكنيسه ويشوف ايه موضوع الصلاه اللي بيطلع من النور دوت، النور اللي بيطلع من الكنيسه. فطبعا احنا عارفين ان بطرك الروم هو اللي بياخد الطقس بتاع كل سنه. فالراجل دوت حب ان هو يرفض تماما يدخل بطرك الروم، وقال للبابا بطرس السابع تعالى انت اللي هتصلي. لكن بحكمه البابا بطرس لان ما رضيش يعمل مشاكل بين الكنيستين قال له مش هينفع، لازم بطرك الروم يكون موجود. طبعا ابراهيم باشا وافق وقال خلاص كل الشعب يخرج بره الكنيسه ومش هيكون جوه غير 3 بس، بطرك الروم والبابا بطرس الارثوذكسي المصري وانا، احنا 3 بس اللي هنشهد على النور المقدس، والشعب كله يطلع بره. طبعا الشعب زعل وان هو هيتحرم من حاجه زي كده، ولكن ربنا راضى الشعب ده. النور ظهر من القبر المقدس، وكمان كان في عمود رخام بره الكنيسه، العمود انشق نصين وطلع منه النور دوت، فرح الشعب كله. ولحد النهارده العمود ده لسه موجود بالشق بتاعه. خشوا ابحثوا على النت وشوفوا المعجزه دي. كتير بيظهر مشككين وهنفضل لحد اخر، يعني من المسيحيه من اول ما ظهرت من اول يوم لحد اخر يوم، وهي هيفضل ناس كتير بيشككوا فيها وناس تانية جميله زيكم بيدافعوا عنها. لكن دايما زي ما انا بقول في الدين بالذات لازم نحكم عقلنا مع ايماننا، لان هم دول اللي هيوصلونا للحقيقه
بدون ما حد يأثر علينا. شكرا ليكم واتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو دوت. كل سنة وانتم طيبين واشوفكم في فيديو جديد.